3 أمراض نفسية غريبة جدا وأول مرة هتسمع عنها. أول مرض اسمه متلازمة كوتار. المتلازمة دي بتحسس الشخص اللي قدامك إن هو ميت، بس هو بيكون لسه عايش، بس مش حاسس بأي حاجة حواليه ولا شايف أي قيمة أو معنى لأي حاجة في الدنيا، وإن أصلا مفيش حاجة حواليه حقيقية. الوقت ده بيبقى فاكر إن هو مات وإن جسمه خلاص بيتحلل. مش بس كده، ده كمان المرض ده بيخليه يحس إن في جزء معين من جسمه مش موجود كأحد الأعضاء أو الأطراف الداخلية. المتلازمة دي نادرة جدا، تم اكتشافها سنة 1880، واللي اكتشفها هو الطبيب النفسي جولز كوتار، وعشان كده اتسمت باسمه، لكن محدش عارف سببها لحد دلوقتي، وأكترية الناس اللي بتحصل لهم هي الستات مش الرجالة. المرض التاني بقى هو مرض أغرب بكتير. الشخص بيحس فيه إن صاحبه اللي واقف قدامه ده مش صاحبه، ده اتبدل بواحد تاني شبه صاحبه بالظبط، وبيضحك عليه وبيفضل مصدق الفكرة دي في دماغه إن ده مش صاحبي، ده واحد شبهه وبيمثل إن هو صاحبي. ومش شرط الموضوع ده يكون بيحسه مع أصحابه بس، لا، ممكن يحسه مع الكلب بتاعه، إنه مرة واحدة يحس إن الكلب ده مش هو بتاعي، ده اتبدل بواحد تاني شبه الكلب بتاعي بالظبط. المتلازمة دي اسمها متلازمة كابجراس، وهو مرض بيحصل في الأعصاب، فبالتالي بيخليه يجيله تهيؤات بكل الكلام ده، واتسمت بالاسم ده نسبة للطبيب اللي اكتشفها اسمه جوزيف كابجراس، واكتشفها سنة 1923. آخر متلازمة اسمها متلازمة فريجولي، والمصاب بالمتلازمة دي بيحس إن كل الأشخاص اللي حواليه هم شخص واحد بس متنكر بهيئات كتيرة، لكن هم في النهاية كلهم شخص واحد وبيطاردوا في كل مكان. واتسمت بالاسم ده نسبة للممثل الإيطالي ليوبولد فريجولي. الممثل ده اتشهر في المسرح بسرعته في تغيير مظهره، وعشان كده اتسمت باسمه.